سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتكون صحتكم بخير وعلى خير. جبت لكم هاد لي بيتزا هادوما اللي نداروا في الطاجين في وقفه. لاباط تجي بزاف سهله وخفيفه والدراري راهم رايحين يطيحوا عليها، ونأكد لكم بلي الكبار اللي يحبوها اكثر. شوفوا هنايا عندي رطل تاع فارينه 500 غرام. هذاك الكاس هذاك فيه كاس غربع تاع حليب ولا ما يكونوا دافين كيما حبيتوا. ديروا عليهم غرفه تاع السكر ومغرفه تاع الخميره مغارف كبار، خلطوهم مليح ومن بعد ضيفوهم على الخليط وزيدوا 4 كاس تاع الزيت بنفس الكاس تاع 240 ملل، 4 كاس تاع الزيت، وديروا الملح الكميه اللازمه تاع الملح وتخلطوا هكذايا المكونات فيما بيناتهم، ومن بعد تبداو تضيفوا في الماء ولا الحليب الدافئ بالتدريج. انا هنايا كيلت نص كاس واحد اخر تاع الماء وراني نضيف فيه بالتدريج هكذا كيما راكم تشوفوا البنات. انا راني حنخدمها في البيتران باسكو سخانه ما رانيش قادره نعجن بيدي. ان توكا هي العجين تاعها يا ربي 5 دقائق وماشي هذاك اللي يدير الجهد الكبير. درتها 5 دقائق في البيتران. الكاس تاعي هذاك نص كاس تاع الماء ما كملتوش كامل. العجينه تاعكم لازم تكون تتلاصق شويه في اليد كيما راكم تشوفوا هكذايا. صح راكم تشوفوها بالك هكا لاصقه مليح، بصح لا هي تقدروا تخدموا بها. جبت كيس بلاستيكي هكذايا، درت له شويه تاع الزيت، نحاول امني هذاك الزيت هذاك ندخله مليح في الكيس ديالي، ومن بعد تيك نجيب العجينه ديالي ونحطها داخل الكيس ونغلق الكيس ديالي مليح. هاد العمليه هاد الطريقه هذه راهي رايحه تخلي لكم العجينه شغل ما عندهاش مي تتنفس، يتسمى تخمر بلا مزيتها وبلا جدها. بون درتها في مكان دافئ تخمر. بعد ما خمرت شتو كيفاش ما شاء الله، وشوفوا والله ما خدات لي الوقت، نص ساعه صرا لها هذاك الشيء هذاك كامل. كي ريحت هكذا دوك انايا نجيب ميزان ونقطع لاباط تاعي. البون يحبوا بالميزان وزنوها 120 غرام، واللي عينها هي ميزانها دير كيما حبت هي. نبوليهم وزنتهم كامل 120 غرام يخرجوا لكم 7 كرات تاع البيتزا. نخلوهم يريحوا واحد 5 دقائق فقط، ومن بعد ذيك نبداو نخدموا في العجينه ديالنا. هنا جبت الكره تاعي راني نحل فيها هكذايا بالحلال، وتحبوا تحلوها بيدكم تحلوهمش كبار، هادو ما يجوا شويه صغار البنات باش كل واحد كيما نقولوا ياكل وحده ونص زوج، اللي يحكم وحده يكملها. هذه هي انا ولادي كلا وحده. درت صلصه الطماطم انا شريتها جاهزه، ودرت شويه تاع الجبن. شوفوا الجود بالموجود، ديروا واش عندكم في الدار. اللي ما عندهاش طوله ما عندهاش الدجاج دير غير الخضر زعما فلفل زيتون هذا ما كان، واش عندكم في الدار ديروه. المقله تاعي كنت درتها تسخن وحطيت البيتزا ديالي ونغطيها هكذايا بغلاق. انايا كي طابت لي من تحت وشفت لاباط تاعي طابت مليح دخلتها للكوشه تتحمر غير من الفوق. الصلصه البيضاء واش درت نص كاس تاع كريمه سائله، درت له 2 حبات تاع الجبن، شويه ملح شويه فلفل كحل وميكسيتهم، وراني ندير فيها هكذايا اسرع صلصه بيضاء تاع البيتزا وتجي بزاف بنينه يا البنات. جربوها على ضمانتي وتجي خفيفه على الصلصه الحمراء. درت شويه تاع الجبن ودرت هنايا شويه طون تاع الزيت تاع صلصه الطماطم، درت طون بالطماطم وهذه درت طون تاع الزيت. شوفوا كي طابوا زينتهم بشويه تاع معدنوس هكا من فوق. حبيتوا ديروا زيتون خضر زيتون كحل كيما حبيتوا، كيما قلت لكم واش عندكم في الدار ديروه. شوفوا تجي بزاف بنينه وبزاف خفيفه، شوفوا ما تعياوش كي ديروها وما تكونش سخانه هذيك الكحله هذيك في الدار. خاطر على بالنا حنا نحبوا ناكلوا بيتزا بصح كي نفكروا سخانه نعياو. جربوا الوصفه هذه يا البنات على ضمانتي، ان شاء الله تعجبكم كامل وتعجب افراد العائله تاعكم. اللي جالس على القناه وشاف الفيديو تخلي لي اشتراكها وتعليق شباب كما هي، تعليقكم يدل على اخلاقكم. سلام.